سلام البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى يلقاكم بالف خير. اليوم غنهضروا على الريتينول ب3 سيروم ديال لا روش بوزاي. هذا الريتينول اللي بزاف ديال السيدات كيبغيو يستعملوه، ولكن كيبغيو يعرفوا التجارب ديال النساء الاخرى كيقلبوا عليه. الا كنتي كتسائلي على الخصائص ديالو، طريقه الاستعمال، الثمن ديالو، اي حاجه كتسولي عليها غتلقيها في هذا الفيديو. تبعي حتى الاخير، ما تنسيش تضغطي لايك وكذلك تعليق محفز. يعني كنفرحوا اللي كنلقاو تعليقات محفزه. ما نطولش عليكم، نهضر على هذا الريتينول هذا. بالنسبه لهذا الريتينول ب3 سيروم، اول حاجه بالنسبه للفئه العمريه يستحب من 26 سنه الفوق، ماشي قل. والاطباء ديال الجلد كيقولوا من الاحسن من 30 سنه الفوق كيكون لانه مخصص للناس اللي كيعانيوا من يعني بدا كيبانوا عليهم اعراض تقدم في السن. يعني بدات البشره ديالهم كتضرر. كلشي غنقول لكم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. فهذا كما قلت لكم كينصحوا به اطباء الجلد من 30 سنه الفوق، لكن كاينين البنات كيظهروا عليهم علامات تقدم في السن في اقل، يعني من 26 سنه كتلاحظ كيبداو هذوك التجاعيد وشحال من حاجه، يعني البشره ديالها كتبدا كتختلف. ممكن انها تستعمل هذا، لكن المرحله يعني المده اللي كتستعملو راه ما كيفوتش شهرين. ماشي كنستعملوه يعني طيله الحياه، كنستعملوه شهرين ديال العلاج ومن بعد كنحبسو. يعني نقدروا نرجعوا ليه من بعد، لكن من بعد واحد المده. بالنسبه لهذا السيروم البنات، فهو كيحتوي على جزيء الريتينول النقي، اللي فيه الفيتامين ا. كيعمل الاساس على تحفيز انتاج الكولاجين. كما كنعرفوا البنات، باش ما كتقدم لنا البشره، يعني كتقدم في اللاج، الكولاجين كينقص. هذاك هو السبب اللي كيخلي البشره فيها دوك التجاعيد، كيخليها يعني كتحس بالبشره ديالك بحال بدات كترهل. الوجه ديالك كيترهل، ما كيبقاش كيف ما كان، خصوصا حدا المنطقه ديال الفم ديالنا كنحسوا بالحراك ديالنا كيوليو مترهلين، كنحسوش بوجهنا مشدود. يعني باش ما كيتقدم لنا في السن من 30 سنه الفوق اولا من 26 سنه الفوق، كيبدا كيلاحظ هاد العلامات هادو. كذلك كيلاحظ تجاعيد الخطوط الرفيعه. كلشي داكشي كيبدا بسبب الكولاجين اللي كينقص من البشره ديالنا. فهذا راه كيحفز انتاج الكولاجين، يعني كيخليها وكيحافظ على دوك الخيوط من التكسير. يعني كترجع البشره ديالتنا شباب بحال الاول، كترجع مشدوده وما فيهاش دوك الخيوط الرفيعه. كذلك البنات، هذا السيروم هذا كيعمل على تنقيه المسام. بالنسبه للبنات اللي كيعانيو من المسام، كيكون عندهم دوك المسام واسعه. كاينين بنات ما كيديروش سوان الفيزاج بزاف، كيبقاو يتراكموا دوك الدهون، كيخليو دوك المسام كيوسعوا. فهذا راه كينقي لنا المسام وكيقلص الحجم ديالها. يعني ملي ما كيكونوش المسام في البشره، راه كتبان لنا بشره مشدوده. فالمسام الواسعه هما العدو الاول ديال البشره البنات، وانا عن تجربه يعني. كذلك هذا السيروم هذا كيقلل من ظهور الرؤوس السوداء. وكيقلل كذلك من ظهور حب الشباب بالنسبه للبنات اللي كيعانيو من حب الشباب. فهذا راه كيقلل من ظهور حب الشباب، حيت كيسيطر على افراز ديال الدهون في البشره. مع الاستعمال راه كينشفهم. كتلاحظوا انهم كيبداو كيتقشروا، ومع المده ان شاء الله كيمشي لنا داك حب الشباب. بالنسبه لهذا السيروم كذلك البنات، كيحتوي على فيتامين بي 3. كنعرفوا كما كنعرفوا كاملين ان الفيتامين بي 3 كيفعل في تحسين اللون ديال البشره، وكذلك كيحد من الاحمرار وكيعطي واحد الترطيب للبشره. فبالنسبه للبنات اللي عندهم مشكل ديال اللون ديال البشره غير موحد، يعني كنلقاو عندهم طبايع في البشره كيكونوا دوك التصبغات، كتكون بلاصه بيضاء، بلاصه سمراء، بلاصه، فهذا راه فعال. عند فيه الفيتامين بي 3 كيساعد على توحيد اللون ديال البشره ديالتنا، خصوصا دابا هذا الصيف جاي، كيعطينا واحد اللون موحد يعني زوين البنات. وكذلك كما قلت لكم كيحد من الاحمرار. بالنسبه للبنات اللي كيحمر لهم وجههم، يعني فوا كيغسلوا ولا بعض المرات كيكون عندك احمرار بزاف، فهذا كينقص لنا داك الاحمرار، كتولي لنا البشره موحده. وكذلك كيساهم في الترطيب. بالنسبه للناس اللي كيعانيو من البشره الجافه، فهو كيساعد على ترطيب البشره. هادشي كامل البنات كاين في هذه القريعه الصغيره، في هذا الريتينول ب3 سيروم. وكذلك راه كيحتوي على الجليسيرين سريع الامتصاص، اللي كيساهم على حمايه البشره من التلف. يعني كتبان لنا البشره ديالتنا ما بقاتش باهته، كتبان لنا ولات مشدوده وفيها واحد الحيويه، يعني رجع لنا داك الشباب البشره ديالتنا. كذلك كيساهم على كيحتوي عفوا على حمض الهيالورونيك. وكيساعد على ملء البشره. يعني بالنسبه للبنات اللي كيعانيو بحال دابا الحنك ديالهم كيكونوا
كيكونوا بحال هكا مطرهلين وهكا، فهذا كيملأ البشره كيعاود يشدها بحال الاول. صراحه هذا الريتينول هذا فيه بزاف ديال الحوايج زوينين. اكثر ديال النساء كيعانيو على الاقل من 5 6 من هاد الحوايج هادو اللي قلت لكم دابا، خصوصا بالنسبه للنساء اللي كما قلت لكم من 30 سنه الفوق او من 26 سنه الفوق، اللي بدات كتبان عليهم مرحله تقدم في السن، يعني البشره ديالهم بدات كتعرض للتلف. دابا ندوزو لطريقه ديال الاستعمال. بالنسبه لطريقه الاستعمال البنات ديال هذا الريتينول، فهو كيتباع مع هاد اللعيبه هذه، ما عرفتش شنو سميتها الصراحه. كناخذوا بها 3 ديال النقطات حتى ل4، يعني ماشي كتر لحقاش راه مجهد. كناخذوا 3. انا نورمالمون كتبقى فيه، انا كنحيدها، ما كتعجبنيش تبقى فيه، كنخاف لا تكرفس. كناخذوا 3 حتى ل4 ديال النقطات من هادو، كنديروهم وحده في الجبهه وجوج في الحناك وحده في الاسفل والنيف صافي، وكنماسيو مزيان مع الماساج، شويه ديال الماساج يعني ماشي بزاف. كنماسيو البشره شويه، بشره الوجه وكذلك العنق البنات، راه حتى العنق ما نغفلوش عليه، حتى هو راه كيتعرض للتقدم في السن وكيولي مترهل. يعني واخا يولي الوجه ديالك مجبد، راه العنق كيبين دوك المشاكل ديال اللاج. سمحوا لي طولت عليكم في الفيديو، ولكن والله بغيت نقول لكم معلومات كاملين اللي كاينين على هذا الريتينول B3، يعني ما بغيت ننسى حتى حاجه علاش طولت عليكم. كما قلت لكم كنماسيوه مع تدليك خفيف كل ليله، يعني في المساء ماشي في النهار. واخا كاين اللي كيقول لك لا ماشي مشكل كديريه في النهار وكديري عليه الواقي الشمسي، لا البنات نهائيا كديريه في المساء. من بعد صافي ما ساليتي من التليفون الفران الكوزينه داكشي كامل، كتغسلي وجهك بالغسول المناسب. حتى الغسول المناسب خاص حتى هو كيعاون، يعني كيعاون الغسول المناسب. خصو ما يكونش كينشف بالنسبه للبشره الجافه، وخصو ما يكونش عاوتاني كيزيد الوجه بالنسبه للبشره الدهنيه. المهم كتاخدي الغسول المناسب ديالك، كتغسلي وجهك، كتطبقي عليه هذا كما قلت لكم مع التدليك. وتقدري من بعد تستعملي الكريم الليلي ديالك اولا ما تستعمليش، تقدري تستعملي هذا فقط. بالنسبه لي انا كنستعمل كريم الليلي. من بعد ان شاء الله غادي نشاركو معكم، حتى هو زوين ديال التقدم في السن، من بعد نشاركو معكم ان شاء الله. صافي البنات، وكتنعسي الصباح قبل ما تشوفي الشعاع والشمس وداكشي، كتغسلي وجهك كذلك بالغسول ديالك المناسب للبشره ديالك، وكتطبقي ضروري الواقي الشمسي. تقدري تطبقي الكريم ديال النهار من بعد الواقي الشمسي. المهم الواقي الشمسي ضروري من بعد، يعني في الفتره ديال العلاج اللي هي تقريبا شهرين، كداومي هذا شهرين حتى 3 شهور على حسب غنقول لكم على حسب على قبل ايات. من بعد تنكمل هذه الملاحظه هذه. المهم ضروري الواقي الشمسي. دابا غادي نهضروا يا البنات على النتائج اللي كيعطيكم هذا في الاول. يعني كاينين الناس النساء اللي كيلاحظوا شي حوايج كيقول لك ما ناسبش البشره ديالهم، لكن هذا ضروري. ماشي ضروري كلشي النساء، لكن بعض النساء كيعطيهم واحد النتائج عكسيه في داك الاول. مع ذلك ما خصهمش يقطعوا يستعملوه حتى كتولفوا البشره ديالهم. بالنسبه للنتائج البنات اللي كيعطي في الاول بعض النساء، يقدر يكون تهيج البشره. يعني كديري كتلاحظي واحد التهيج، انا وقعت لي يعني في الاول ولات البشره ديالي حمراء وكتحكني، يعني ولات فيها واحد الحكه. كنحاول ما نحكاش، كنحس بها بحال صراحه بحال تحرقات في الاول. كنطبق عليها الكريم الليلي وخليته، يعني قلت الصباح غنعاود نديرو، درتو بالنهار عاوتاني بالليل عفوا في النهار الثاني. نفس الشيء عطاني داك الاحمرار. ملي جيت نقراو بحث كيقولوا بالنسبه لك كان عنده اعراض يعني بحال هكاك، يعني البشره ديالك جاها مجهد. اش غديري؟ غتستعمليه مره في الاسبوع حتى مرتين في الاسبوع فقط. مثلا هذا الاسبوع غنستعملوه مره 2 ديال المرات، الاسبوع الثاني غنستعملوه مره 2 مرات 3 ديال المرات، الاسبوع الرابع 3 المرات 5 المرات، وحنا زايدين حتى من بعد كنوليو كنستعملوه يوميا، يعني بشكل يومي حتى البشره ديالنا كتعود عليه. دابا انا حاليا 3 ديال الاسابيع البشره ديالي الحمد لله كنديرو عادي، ما بقى كيدير لي لا احمرار لا والو. كذلك تقدروا تلاحظوا تقدروا تلاحظوا واحد الجفاف في البشره في الاول. غتلاحظوا التشقق، يعني البشره ديالكم غتقولوا لا واقيلا كاين شاف واقيلا لا، هذاك فقط واحد التهيج واحد رد الفعل ديال البشره في الاول. يعني ضروري تعاونوا بواحد الكريم ديال النهار يكون عندكم، وكريم ديال الليل الا كاين. الليل ماشي مشكل، المهم كريم النهار ضروري. من بعد ما تغسلوا هذا، الا لاحظتوا داك التشقق ديال البشره تستعملوا كريم ديالكم والواقي الشمسي،
وتعاودوا ديروه مع المده، راه كتوليو كتلاحظوا واحد الترطيب وواحد الفرق وواحد النتيجه. كذلك البنات راه كتلاحظوا بعض المرات تقشر بحال دوك البلايص اللي فيهم تصبغات. مثلا انا كانوا عندي تصبغات في الجبهه ديالي، كنت كنديرو يعني كنلاحظ ديك البلاصه بحال كتقشر، بحال ديك الجلده كتبدا كتجدد. كتجدد، ومن بعد شفت انها يعني ما بقاتش، من بعد ملي بداو يقصوا التصبغات ما بقاش كيكون داك التقشر، يعني عرفت ان هذيك فقط رد فعل تحسسي للبشره ديال البنات. صافي هادشي اللي كنظن، هاد المعلومات اللي كنظن كاينه على هذا الريتينول هذا. يعني قلت لكم الطريقه ديال الاستعمال، الا عطاكم واحد التهيج للبشره راه ما كتستعملوش يوميا، كتستعملوه من يوم حتى اليومين في الاسبوع فقط، وانتم غاديين يعني في الاسبوع الاول يوم يومين، الاسبوع الثاني يومين 3 ايام، الاسبوع الثالث 3 ايام 4 ايام، حتى كتوليو تستعملوه يوميا لمده شهرين. العلاج ديالو فقط يعني شهرين، وكتقطعوه ملي كتلاحظ واحد الفرق كتقطعوها البنات. صافي كنظن انها المعلومات كافيه. بالنسبه للثمن ديالو، ما نسيتش بالنسبه للثمن ديالو فهو كيدير 350 درهم. انا خديته الصراحه ب 330 درهم في الباغا فارماسي، لكن بعض المرات كنسول عليه كنلقاه ب 350 درهم. صراحه الثمن ديالو طالع، ولكن يستحق، لا يستحق التجربه يعني. طالع بالنسبه فيه فقط 30 مليلتر، ما فيهش بزاف، لكن كما كنعرفوا الريتينول جميعا راه كلهم كيكونوا طالعين في الثمن. صافي هذا هما المعلومات اللي عندي، كنتمنى انهم يكونوا فادوكم. نتمنى ما نكونش طولت عليكم، سمحوا لي فقط بغيت نوصل لكم معلومات كاملين. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم، باي باي.